شباب، حياكم الله. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن القناع اللي انت بتلبسه في القناع. الفيديو ده هنتكلم عن حاجة تانية حلوة. هو كارل يونج كان بيسميها الظل أو الشادو. المهم، يعني مكان في قديم الزمان، وكأن كان يوجد اتنين صحاب. اسمع بقى مني. كان في اتنين صحاب، أو تقدر تقول زمن، ربوا واتولدوا في نفس المنطقة، نفس المدرسة، حتى نفس المستوى الدراسي، لحد ما دخلوا ثانوي. بعد ما دخلوا ثانوي، في واحد من الاتنين بقى متفوق دراسيا. ولنفترض إن اللي بقى متفوق دراسيا ده اسمه شادي. شادي بقى متفوق دراسيا، والتاني اسمه فتحي. وفتحي مستواه بقى زي ما هو أو بقى فاشل. شادي دخل كلية طبية، راح جيم، عمل جسم كويس. لما فتحي كان بيشوف شادي في الشارع، كان فتحي بيتضايق، يزعل. ليه؟ ما يعرفش. بس هو كان دايما بيركز في تفاصيل كده في شادي غريبة، زي طريقة وقفته، طريقة كلامه وهو بيتكلم بثقة. وكمان كان بيقارن نفسه بيه، اللي هو دخل كلية طبية وأنا دخلت كلية مجموعي رماني عليه. فتحي كان بيشوفه، كان بيزعل، مش منه. شادي كان بيعامله كويس، ما قالوش كلمة وحشة مثلا. لأ، فتحي كان بيزعل من نفسه وعلى نفسه. كان شايف في حاجة مش صعبة، مش مميزة، بس كان دايما شادي عنده الحاجة اللي فتحي ما عرفش يعملها. فتحي كان كل ما يجي يعملها ما كانش يكمل. وجه اليوم اللي فتحي قرر يواجه نفسه ويسأل نفسه: أنا ليه كده؟ واكتشف، سأل نفس السؤال اللي كان خايف يسأله من فتحي، وجاب على نفسه. كان محظوظ، والإجابة كانت بتقول إن هو اللي خذل نفسه، مش الظروف، مش المجموعة اللي هو معرفش يعمل الحاجات اللي شادي عرف يعملها. فكارل يونج بيقول إن الإنسان بيكره حاجات في غيره، والحاجات دي هو بيكرهها في نفسه، سماها الشادو. والشادو ده مش الجزء الوحش فيك، لا لا خالص. الشادو هو الحاجة اللي انت عايز تبقى زيها، واللي ما كملتش تبنيها وما عرفتش تبنيها. الأفلام اللي قتلتك وقتلت فيك طموحك عشان انت مش عارف تحققها. الصفات اللي انت كان نفسك تبقى فيها وما عرفتش توصل لها. الإنسان اللي انت كنت هتبقى زيه لو انت كنت كملت وما كنتش خوف. كل ده حطه جنب بعض، حطه جنب بعض وكونوا حاجة اسمها الشغف. وبما ان انت مش قادر تشوفه في نفسك، فبتشوفه في غيرك. فانت بتاخد الجزء اللي جواك وبتحطه في حد تاني تكرهه هنا، بدل ما تواجه نفسك. في واحد بيكره الناس تكذب، وهو بيبقى كذاب على نفسه. واحد تاني بيكره الناس اللي بتحسد، يبقى هو اللي بيحسد ومش واخد باله. المهم، فتحي قرر إن هو يبقى أحسن من شادي. الانتقام لأ، عشان هو عرف المشكلة فين، عرف إن هو اللي خذل نفسه. فتحي بسم الله ما شاء الله عليه نزل الجيم، وبيقول يعني إن هو عمل جسم في شهر، في ناس بتقعد 6 شهور عشان تعمله. فتحي بيحكي وبيتكلم ويقول لك إن أنا بدأت أتكلم بثقة أكتر، بدأت أحب نفسي بدل ما أنا اللي كنت بخذلها. وفعلا يعني دي أنا خدت بالي منها لما شفت فتحي بيتكلم. فتحي كان بيتكلم بثقة. فتحي بيقول لك: أنا بدأت أمشي بطريقة مختلفة على الأرض، خطوات رجليا وكده. بيقول لك: الناس حبوني عشان شافوني بحب نفسي. واللي عرفته بقى إن الموقف اللي اتحكى لي ده، إن الغيظ كان هدية، عشان هو اللي خلى فتحي يشوف هو عايز إيه، ويبطل هروب من نفسه. الخلاصة إن الشادو مش عدو، هو الجزء اللي أنت محتاج تركز عليه أكتر وتشوفه إذا كان وحش أو حلو، وتصلحه أو تكبره. لما بتزعل من حد ما تسألش إيه المشكلة فيه، اسأل إيه اللي بيخليني أزعل منه، أنا زعلت منه ليه؟ لأن في الغالب اللي يزعلك من حد هو بالظبط اللي بتتمنى تبقى معاه، أو اللي أنت بتداريه. ففي الفيديو اللي فات اتكلمنا عن القناع اللي أنت بتلبسه. النهاردة عرفنا إن وراه جزء تاني بتخبيه حتى عن نفسك، مش عشان الناس. بس السؤال بقى مش إزاي إن إحنا نشيل الشادو، السؤال إزاي تتصالح معاه. وده هيبقى موضوع المرة الجاية. لو في عندك أي سؤال تقدر تسأله. دمتم سالمين.